السلام عليكم. أنا مواطنة يمنية، عندي مشكلة مع زوجي سعودي، متزوجة سعودي، والآن جايبين لي أمر إخلاء من المحكمة. زوج بنتك لدولة ثانية وأنت داري عن مصيرها، وأنت قادر تحميها، وأنت قادر توصل لها في أي وقت، وأنت قادر لا وقع شي ترجعها. بترفض ابن عمها وابن الجيران وصاحب البقالة ميسي زلط، بترفض كلهم. لا ما يجي لك مغترب ولا سعودي ولا خليجي تفرح والله انه زلط. ايش فعلت لك الزلط ذا الحين؟ وبنتك مجعجعه في الخارج، عزها الله ونحن اخوانها كلنا وبانتي راسنا. وانت يا عزيز الاب زوج بنتك ابن الجيران بلاش، زوج ابن الجيران بلاش. لا فعل شيء ولا ضربها، انت غير تسمع الصايح بس تخرج تندع لامها قتله. ليش بتزوج بنتك بواحد سعودي ولا كويتي ولا ليش؟ احنا حق برزات. انا بنتي متزوجه بواحد كويتي، انا بنتي متزوجه بواحد اماراتي. زوج بنتك بيمني داري بالعادة والتقاليد، داري كيف وضعنا كالحياة. ينبع زوجك بسعودي باماراتي. السعوديين هؤلاء يعني مع احترامي لاغلب السعوديين، بس السعوديين هؤلاء هم اغلبهم حق نفط، ماشي الزواج ماشي شنو يشتون من ينفضهم. السلام عليكم. أنا مواطنة يمنية، عندي مشكلة مع زوجي سعودي، متزوجة سعودي، الآن جايبين لي أمر إخلاء من المحكمة، ويهددوني إنهم بيطلعوني. حتى مندوبين المحكمة الجزائرية يهددوني إنهم بيطلعوني بالقوة والإجبار، وأنا ما عندي مسكن ولا عندي وظيفة. والآن هذه أغراضي، أنا مجهزة أغراضي لأنهم طلبوا مني إنني أجهز أغراضي، بيطلعوني بالإجبار، وأنا ما عندي مسكن. وزوجي هذا ماخذ أوراقي، ماخذ جوازي، وما عندي حتى جوازي علشان أستأجر لي بيت. وضعي مزري وما عندي وظيفة ولا عندي شيء، وأنا بذمتي 4 أطفال. يا جماعة الخير رجاء، يا جماعة الخير، أنا بوجه الله تكفون، أنا بوجه الله ثم بوجهكم. أنا يمنية، يا أهل اليمن افزعوا لي، خلوا موضوعي وخلوا الفيديو هذا يوصل ترند، خليه يوصل للسلطات السعودية ويوصل للملك سلمان. هذا الفتاة الذي سمعتها الآن يمنية متزوجة بواحد سعودي في السعودية، تصايحوا طلقها الشيخ، خرجها من البيت. من حقك تطلقها، من حقك، بس قال الله امساكم بمعروف او تسريح باحسان يا زلمه، او تسريح باحسان. هذا شل عليها الجواز وش يطردها من البيت ومدري ما حجز عليها. المرأة طلعت فعلت فيديو بتناشد اهل اليمن، انا في وجهكم يا شعب اليمن، في وجه البنت هذا، في وجهنا، في وجهنا نحن. الفزعه يا شعب اليمن، الفزعه. انا مستغرب من اليمنيين المغتربين في السعوديه. 1,900,000,000 دولار يمني مغترب في السعوديه، ما قدروش يبشروا قضيه البنت هذه. وين المغتربين اليمنيين في السعوديه؟ بيشتغلوا بيقشقشوا زلط ولا همهم فحم. ابشروا اختكم، هذه اختكم في السعوديه ما بش مع احد، بتقول لكم ما بش معي احد، ما بش اي نشيد، ما بش اي نشيد. فانا الشيء اوصل رساله للمغتربين في السعوديه، افزعوا مع البنتين، والقنصليه المخنوقه اليمنيه في السعوديه تحركوا بشروا قضيه البنت. ورسالتي للبنت هذه، للبنت، احنا ما فهمناش من الفيديو ايش الموضوع. طلعت تكلمت دقيقه، زوجي شي خرجينا، ايش الموضوع؟ طلقش ما طلق، ايش الموضوع؟ علشان نقدر نساعدش. وتواصلي بهذا الرقم، هذا الرقم اللي طلع الان هنا، تواصلي به، هذا الرقم تواصلي به، وانا اتكفل بسكن في السعوديه علي. انا اسكن، لو ما عاد بش رجال يمنيين في السعوديه، انا متكفل بسكنش في السعوديه شهر او شهرين، ترتاحي تصلي على النبي، وارسلش 5 سلاكر لش والعيال شهر 4 اللي قلتي، وتروحي لبلادك. لا انا لليمن، لا عند اهلش، واذا ما بش معش اهل في اليمن انا متكفل والله لو اعمل لش قصر في اليمن، تروحي بلاش وتجيبي بلادك. أنا الآن يا جماعة الخير أناشد ضمائركم الحية، وأناشد الملك سلمان وولي عهده، وأناشد أمير منطقة عسير أن ينظروا لوضعي. أنا ما وصلت للحال هذا إلا بعد ما عانيت الأمر.
جيت من اليمن، أنا ساكنة في بيت أبوه عطاني إحنا شقة وما كان في أي عقد إيجار بينه وبين أبوه، والآن سووا اتفاق ما بينه وبين أبوه إنه في بينهم عقد إيجار، وإنهم انتهى هذا عقد الإيجار، وإنه لازم نطلع نخلي البيت. وجاتني لجنة الإخلاء يوم الثلاثاء وعطوني مهلة ليوم الأحد، يبغوا يطلعوني من البيت. كلمت لجنة الإخلاء قلت لهم لو سمحتم يا جماعة الخير، أنا هنا ما عندي أحد، أهلي كلهم في اليمن، ما عندي أحد هنا، لازم يوفر لي بدل سكن. قالوا لي هذا الموضوع ما هو بيدنا ولا لنا دخل في موضوع السكن حقك، احنا لنا في موضوع انك تخلي البيت فورا، والا بنضطر ان احنا نجيب 5 سجانات يطلعوكي من البيت اجباريا. واني ما عاد لقيت، يعني ما عاد كان في عندي وسيله او حيله الا انني التقي لكم. وأناشدني أمير منطقة عسير وملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان محمد بن سلمان أن ينظروا لموضوع. زوج بنتك واحد يمني جنبك قريب منك، لا بنتك مرضت لا تعبت تفزع معاها تشتي في السعودية. هذه واحدة من بين المليون البنات اللي بيشتكي من أزواجهن السعوديين.